الكواليتي بتاع البني آدمين وجودة البني آدم في نادي الزمالك، سواء كان مسؤول، سواء كان إعلامي، سواء كان جمعية عمومية، سواء كان جمهور، وكله بيتحدوا على إنهم مظلومين وإن الدولة جارت عليهم وسحبت الأرض رغما عن أنوفهم، بغض النظر يا حضرات عن إيقاف القيد النهاردة اللي هو رقم 50,000، طبعا شيء طبيعي جدا. القضية رقم 17 اللي قربت النص مليار لإنفانتينو. يا عم انت بتتكلم غرامات لحد ما السقي مات، مفيش فايدة خالص يا حضرات، كارثة كبرى. ولكن نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السيدات والسادة من عشاق ومتابعي قناة جبهة الأهلوية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. قبل ما ندخل على الكوارث نادي الزمالك وعلى جودة البني آدمين بتاع نادي الزمالك والإعلاميين اللي طبعا أنا جربت ده علني، شفت ده بعيني من قرايبي، من أصحابي، من عمامي الزملكاوية، 3 زملكاوية حتى النخاع، واحد عنده دخل على 68 وواحد 72 سنة والتاني خلاص بقى 75 سنة خلاص، ومع ذلك برضو اللي فيهم وهو جودة البني آدم كواليتي أندر كنترول في منتهى الغرابة. عشان كده أنا بقولك إن الكارثة باتت كبيرة جدا. شيلوا كل جذور الغباء من عندكم هتلاقوا كل حاجة تمام. عمرو أديب النهاردة بيتحدى الدولة، تخيل بقى لما بيتحدى الدولة وشايف إن هو فعلا عليه بس فوز مرتبط الأهلي على الاتحاد بنتيجة 53-65 في نهائي دوري المرتبط، فوز الفريق الأول يساوي التتويج بالبطولة واللي هتتلعب المباراة دلوقتي. فأنا بكلمك بقولك دلوقتي خبر عشان إيه يعني نتلاشى كل الأخبار اللي هتبقى على النادي الأهلي في هذا المعترك. قالك اكتشفت أن هناك زملكاوية أكثر مما أتوقع وأتخيل وعندهم قدرة راقية على التعبير والتأثير. خلي بالك العكس على طول تماما، العكس على طول تماما، وأقسم بالله الذي لا إله إلا الله عن تجربة والله العظيم. قالك الدماغ الزملكاوية تقيل قوي بالصداع، تقيل قوي بالمخدرات، تقيل قوي باللاوعي. ما انا بقولك، هو ما قالش كده بس انا بقولك، قالك الدماغ الزملكاوية تقيل، وان شاء الله يأتي اليوم الذي نأخذ فيه حقنا في البلد دي. يعني تحدي سافر جدا لدولة شغلتك واحد زيك وبتديله بالدولار، تقول لي يا عم انا اللي مش شغال ده انا مجني السعود، خاين. والله يعني انت مش كده بس خاين، بتلعب على الحبل، انت بالظبط زي الحيوان اللي بيلعب على السيرك والله العظيم. عشان كده مرتضى لما اشتكاك وقدم البلاغ فيك مش بص انت عملت حاجه يعني ربنا مش هينقذك ابدا من مرتضى والله العظيم. عشان كده بقول لك يا حضرات ان المنهج اللي عمله أصغر مؤلف قانوني داخل نادي الزمالك اتضح إن هو نسخ، يعني مش موضوع إن هو بقى اللي عمل المنهج، بصراحة المنهج موجود من زمن الزمنية. عشان كده أنا بقولك إنك لا يمكن أبدا ترمم التصدعات اللي عملها الكواليتي بتاع البني آدمين حتى بعد سنين ضوئية كما قال صديقي ميدي، والله حقيقة. طب يا عم مش دي بس، لأ كمان طلع برضو إعلامي زملكاوي وكان لاعب يعني شديد الأثر في الخرابات ومن تحت الكباري، وله أشكاليات وعوائز كتيرة جدا في المنتخب، وكمان اتطرد من المنتخب من الأسطورة حسن شحاتة. خرابات بيقول حاجات بقى بينضح غباء، والله بينضح غباء. قالك الموضوع بايخ قوي لما أرض نادي تنسحب ومحدش عايز يقول للجمهور اتسحبت ليه. مفيش والله يعني هم ما قالوش مفيش مسؤول يطلع يوجه الناس ويقول انسحبت ليه. المسؤولين كلهم طلعوا قالوا انسحبت ليه. انتوا اللي عايز تصدر أو تعمل صدام بين الجمهور والدولة. لكن أنا بقولك خلي بالك الجمهور بتاعك اتقال عليه قبل كده مخبرين، يعني ملهمش جمهور قطيع. خلي بالك مش انت اللي هتأثر فيه، هذا القطيع يأثر فيه مسؤول، لكن انت هتأثر فيه لأ، لأن أصلا كل كلامك غباء في غباء. يعني ما حدش تيجي من المسؤولين عايز يطلع يقول لجماهير نادي الزمالك انسحبت للأرض، قالوا واتقالت يوم واثنين وثلاثة واربعة وعشرة. طلع الوزير نفسه قال القضاء موجود والقضايا موجودة، وإن إذا كان للزمالك حق هتاخده. أصلك أنت مش معقولة يعني هتبقى الدولة جاية عليك والقضاء جاية عليك والشمس جاية عليك والقمر جاية عليك، والله، والكائنات الفضائية جاية عليك. والله بيقولك غريبة قوي إن مرتضى منصور هو اللي يكون مقدم الشكوى في النادي اللي عمله وشهره وبيحبه، والغريب إن أحمد سليمان يكون داعم ليه. أول مرة تحبوا بعض كده في الخراب.
طبعا كلام كله مغلوط طبعا، يعني مش عايزين الزمالك يقوم، اقفلوا احسن. وكده الناس بطلت تتابع كوره وتهتم بالقرف اللي بتقدم على الشاشات. المسرحيه بوخت والمشاهدات ابتدت تقل، اشبعوا بيها وما تنسوش تحلوا المجلس بالمره في الزحمه. طب معايا كده لوح واحده واحده. ده القيد رقم 50,000، وطبعا كل يوم قيد. خلاص يا حضرات انتهى الكلام، خليك معايا واحدة واحدة. رجعت الأرض وبعتوا كمان الجزء بتاعكم وتقضيتوا زي ما انت قلت مليون ومليار و800 مليون. تعالى قول لي الفلوس دي هتروح فين؟ هقولك، كل واحد له قرش دفعه لنادي الزمالك من رجال الأعمال زي ممدوح عباس اللي حكر ابنه داخل لجنة أو مشروع الكرة أو شركة الكرة عشان يلحق أي مبلغ يجي هاخد منه. والله لحد لبيب نفسه اللي اتبرع يعني 2400 دول. والله 2400 دول منه، هو اتبرع بيها، كتبها في محضر الاجتماع، هياخدها برضه. شوف انت، أقل واحد دافع رئيس النادي، تخيل بقى. والقيد كله اللي قربت نص مليار. فأنا بوري لك، بقول لك أيوة ده كده القيد، ودفع الفلوس بتاع الناس بالفوايد، والديون السيادية بتاعتك اللي سابتها الدولة بس مش هتسيبها لك تاني مليار. والله زي ما بكلمك. ولسه كمان جوني قدر الفلوس اللي دفعها وعايز ياخدها، لسه ممدوح عباس وليه الفلوس اللي هياخدها وليه. بص انت مش برضه ما غيرتش شيء، بعت كل حاجة وخدت كل حاجة ومش هتاخد حاجة، وبرضه هتفضل مفلس طول عمرك لأنك عندك إدارة غبية. هم حاطينهم وعارفين إن هم أهم حاجة يبقى عندهم انتماء وولاء. اعمل يعمل. والله. فأنا بقولك خلص الموضوع وانتهى. عايزك تضرب اللايك المتين وتعالى، ومش هكلمك في حاجات كتيرة جدا غير حاجة واحدة بس: انهيار نفسي وعصبي والسقوط على أرضية السنزانة. طبعا سواء كان سنزانة ولا كانت موضوع المهم ان التجمع في سجن أبو النومس، وسقوط رمضان صبحي، واستدعاء الإسعاف وشيله من المكان، ثم بعد ذلك وصوله إلى المستشفى، ثم بعد ذلك يعود إلى مستشفى السجن. وكل اللي انت بتسمعه ده احنا بنقول يا رب يفك سجنه، يا رب يسترها عليه، يا رب يخرجه من هذا المأزق، يا رب يا رب، وبندعي له من كل قلبنا. لكن أنا عايزة أقول لك عشان يعني محدش يفزع لهذا الموضوع، لأن هذا الموضوع هي تمثيلية من الدرجة الأولى، محبوكة ومدفوعة الأجر كي يعني يرتاح في محبسه، أو إن هو يقعد بعيد عن المساجين واللي هم طبعا مساجين الجنايات، وإنه يتحط في مكان لوحده وهو المستشفى بالفلوس يا حبيبي كل حاجة. وعشان يتعمل هذا الإجراء لازم يتم هذا الإجراء قانوني. فطبعا شيء طبيعي جدا تقع ويجي لك انهيار عصبي وتنتقل إلى المستشفى، ويوصي الطبيب برجوعك إلى المستشفى، مستشفى السجن، وإن انت بدل ما تقضي الكام يوم اللي انت هتقضيهم دي لحد 25 نوفمبر، الكام يوم دول لازم تقضيهم في سجن، في مستشفى السجن. وبعد كده انت يعني المسألة كلها مغلقة تماما يا حضرات، مغلقة تماما. معروف ان في حبس، ومعروف ان مفيش مشهور وفي شخص عادل، معروف انك انت اخطأت واعترفت، معروف ان المحامي هريدي انسحب من المكان لان القضية خسرانة، معروف ان الموضوع كله ما بناش حبسه وحجزه في هذا المكان بناء على هروب هريدي او ان هو خلع وادها سكة من الجلسة، مش الكلام ده خالص. لان كان المفروض هيحصل ده في جناية من مثل هذه الجناية. معروف ان يتم التحقيقات من داخل المكان، او ان هو يتحجز ويحبس، وكمان المفروض يبقى فيه استمرار كمان للحبس. فأنا بقولك ان الموضوع جد خطير. عشان كده يعني بيبني قصر داخل السجن يكون فيه تكييف، يكون فيه راحة، يكون فيه بعيد، خاصة انه طبعا بعقلية طفل حتى وقتنا هذا. شفت الفيونكة اللي بيعملها من ورا وهو برضو سنه مش صغير أنا كده. فأنت تعرفوا دلعوه، لا يمكن أبدا يعني عشان يخش السجن بين الجنايات فهيبقى المسألة عدت كده تمام. لأ، الموضوع جد خطير بجد يا حضرات، مش كلام. عشان كده يعني التمثيلية والمسرحية دي اتعملت، فمحدش يفزع لذلك. ده بس عشان يبعد عن الموضوع ويبقى موجود في مكان بعيد عن الناس اللي هم مساجين بجد. هو طبعا مش مسجون بجد، لا، 85% من المساجين دول مظلومين.
والله، أو 50% من اللي بيبقوا موجودين في السجون دول مظلومين، مش القضاة اللي ظلموهم، هم اللي ظلموا أنفسهم. الإدلة جت، ما عاش معاه محامي دافع عنه صح، بقى اتخذ كده على مشينة، حاجات من هذا القبيل. عموما يا حضرات، يعني دي قضية تزوير، وقضية التزوير من 3 إلى 7 سنوات كما قال أحد الناس الخبراء. وعشان كده بقول لك خلي بالك، الأمور ما فيهاش واحد يشيل القضية ولا فيها تصالح عشان يطير ولا حاجات من هذا القبيل. محدش يفزع، اضرب اللايك المتين وتعالى عشان نقول أخبارنا السريعة جدا. اللي أنا قلت لك عليه حصل بالفعل. ليه؟ لأن النادي الأهلي قدم عروض حقيقية لإبراهيم دياباتي، وهو فعلا قدم العروض، ولكن مش غفل جماهيره ولا لأ، هو عايز يعير اللاعب، يستعيروا اللاعب لحد آخر الموسم. يمكن يحصل إن هو مودست جديد، يمكن يحصل إن هو ما يبقاش هو اللي عليه العين بتدور وبيخفق، وبعد كده يروح سايبه النادي الأهلي ما يبذلش فيه مجهود.